طبعا بعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الماتش طبعا خلص تعادل 0-0. الناس كانت محتارة في المدرب، يعني الراجل ده هيبتدي ازاي؟ هينزل بأنهي تشكيل؟ هيلعب بخطة ايه؟ وانا احترت بعد ما لعب اكتر. يعني بعد ما الماتش خلص انا احترت هو كان بيعمل ايه، انا مش فهمتش هو بيعمل ايه يعني بصراحة يعني. فبغض النظر انت كنت هتبتدي 4-4-2 او 4-3-3 او ايا كانت الطريقة الخطة اللي انت هتلعب بيها او اللي انت بتحب تلعب بيها، هو انت ليه بادئ من غير ما تلعب بوينج يمين؟ يعني انا عايز افهم، او يعني مش فاهمها يعني ازاي انت بادئ الماتش من غير وينج يمين؟ انت عندك الاهلي جايب لك 5 وينجات: حسين الشحات وزيزو وتريزيجيه وبن شرقي وطاهر محمد طاهر. 5 وينجات بيلعبوا يمين وشمال. ايه الفكره؟ يعني انت لو بتلعب 4-4-2 ما هو اتنين في النص، حمدي فتحي ومروان عطيه، امام عاشور هيبقى طرف. طب ليه لعبته طرف؟ انا مش فاهم. انت عندك 5 وينجات، ليه ما تلعبه تحت راسك في مكانه الصح؟ طب لو عكست هتلاعب انت مثلا حمدي فتحي طرف؟ يعني مش فاهمها دي. حتى لما امام عاشور طلع نزلت زيزو. زيزو كان المفروض هينزل يعني وينج يمين. انا ما اعرفش، انا شايفه طول الشوط الاولاني عمال يجي ناحيه تريزيجيه بيلعب تحت منه. فهل يعني انت بتلعب مثلا 4-4-1-1؟ انا مش عارف افهم، مش عارف افصلها. عايز افهم التفصيله بتاعتها. ايه الفكره في انك انت جابها عندك ناحيه اليمين، عندك فيها 2 أو 3 لعيبه بيلعبوا في نفس المركز يعني الثلاثه احرف من بعض، وجايبه انت ناحيه الشمال يلعب تحت تريزيجيه او ينقل الكوره مع يعني مثلا هل تريزيجيه كان عاجز مثلا مش قادر يعمل الكلام ده؟ انا يعني في التفاصيل كده انا مش فاهمها. غير تفصيل ضربه الجزاء اللي هو مثلا طمع فيها وحب ياخد اللقطه. اهو دي لقطه. دي عشان بس الناس لما تيجي تتكلم، دي لقطه، دي تريزيجيه حب ياخد اللقطه عشان يقول لك انا اول هدف ليا في كاس العالم للانديه والكلام ده. فاكرين شيكابالا لما دخل ياخد اللقطه في في السوبر المصري؟ هو ما كانش داخل ياخد اللقطه. هي اللعيبه دبسته ان هو يشوط الكوره، وقال لك ده انا جاي نازل ياخد اللقطه والكلام. دي اللقطه، ضربه الجزاء دي اللقطه. وعشان كده اتعادلتوا. تعالى بقى الفرقه اللي انت بتلعبها، فرقه بتلعبك سايبالك مساحات مش طبيعيه. يعني فرقه بتلعبك جيم مفتوح بطريقه مش طبيعيه، ومساحات شوارع ورا، شوارع. وانت اصلا كفرقه انت من نوعيه الفرق اللي بتلعب على المساحات. فلما تيجي تلعب فرقه زي دي ومش عارف تكسبها بالمساحات ده، يبقى في حاجه غلط. يبقى انت الراجل اللي كان واقف على الخط ده كان باصص في حته تانية، كان بيتفرج على ماتش تاني. وما تقوليش اصل اللعيبه ضيعت فرص والكلام ده كله. ما هم ضيعوا فرص، والجون بتاعهم شال كور كتير، والشناوي شال كور كتير. لكن انت فرقه، انت بتلعب في الفرقه دي ميسي وسواريز. ميسي بيلعب على الواقف. يعني الراجل نازل: انا هشوط فاولات، هرفع كورنر، هعمل اسيستات، لو عرفت اجيب جون هجيب جون. هو بيقبض فلوس عشان يعمل كده. سواريز انا ما اعرفش هو بيعمل ايه. ده باين عليه ان هو عجز خلاص. يعني ده المفروض خلاص شكرا كل سنه ده يا راجل واقف ظهره متني. يعني هو ده ظهره متني كده اهو، مش قادر يفرد طوله. مش قادر خلاص. فهو نازل يعمل ايه؟ فانت لما تلاعب فرقه زي دي، حرام ان انت يعني باللعيبه اللي بالمليارات دي مش عارفه تكسب. امال هتعمل ايه مع بورتو وبالميراس؟ ده لعبوا ماتش الاثنين ده ذبح، ده كانوا بيدبحوا في بعض. وبعدين اتفرج على العيال سنها كلها صغير، معظمها يعني سنها صغير، 20 سنه و18 سنه يعني اعمار صغيره. اتفرج على الباصه بتطلع بالكره، بيستلم ويسلم بالمقاس. اللعيب من دول نازل ومعاه مازوره بيقيس بالظبط كده الكره دي هتاخد قد ايه، بيسلم بالمقاس. وبعدين فرق هتضايقك، هترخم عليك، تمركزاتها كلها قريبه من بعض، فمش هتسيب لك اي مساحات. هتعمل معاها ايه؟ يعني سيبك من اللي انت بتلعبها دي فرقه من على وش القفص. انما الفرقتين البالميراس او بورتو يعني مدرستين، يعني ده هيبقى سواد عليك.
انا ما اعرفش انت هتعمل ايه مع بالميراس، فرقه تقيله جدا ورخمه وعيال بتخبط. هنشوف.